بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه لويس، وهو جالس في مطعم وبيراقب واحدة اسمها كاثي، وهي بتدخل لمحلها وبعد كام ساعة بتخرج وبتروح لصالة الرياضة عشان تحضر كلاس اليوغا. ولما بيخلص الكلاس وبتيجي تركب سيارتها بيمسكها لويس وبيحط كيس على راسها وبيقول لها لو صرختي حقتلك، وبيحط لزق على فمها وبيربط ايديها ورجليها وبيحطها في شنطة سيارته وبيروح لبيته. بيخرجها من السيارة وبيحطها في غرفة مخفية عازلة للصوت. بعدها بيفك اللزق اللي على فمها وبيسألها عن اسمها، ولكن هي بتبدأ تصرخ، فبيخرج من الغرفة وبيقفلها، وبيكون هو حاطط أجهزة تنصت في الغرفة ديك عشان يسمعها ايش بتقول. وأثناء ما بيكون لويس بيحضر في الأكل بتقدر كاثي تحرر ايديها، ولما بيجي يفتح باب الغرفة بتضربه وبترمي عليه فازة وبتحاول تتصل بالشرطة من جوال البيت، ولكن لويس بيطلق النار عليه، فبتضربه مرة ثانية وبتقدر تلاقي تليفونها ولكن ما في إشارة، فبتحطه في جيبها وبتاخد سكين من المطبخ وبتقطع الربطة اللي في رجليها. ولما بيصحى لويس من الضربة بتهدده بالسكين وبتسأله هو مين، ولكن لويس بيكون بارد جدا وبيقول لها تجلس تاكل معاه ووقتها يقدروا يتكلموا. بيسألها عن اسمها فبتجاوبه انه اسمها كاثي مولوني، وهو عارف انه الاسم ده مزيف، فبيضربها بالصحن وبيتضاربوا شوية لحد ما بيقدر هو يخليها تفقد الوعي. وبتفاجأ انه الخادمة بتاعته وصلت للبيت، فبيدخلها للغرفة بسرعة وبتشوف هي حالته مبهدلة وصحن مكسرة، فبتسأله ايش اللي حصل. بيقول لها حالته النفسية تعبانة شوية، فبتقول له انها حترجع بكرة مع بنته. بعد ما بينظف الفوضى والزجاج بيدخل عند كاثي وبيبدأ يسألها عن اسمها وفي اي مدينة كبرتي وايش كان شغل ابوكي، فبتكذب عليه وبتقول له معلومات مغلوطة. بيقول لها انه كان بيراقبها من شهور وعارف كل حاجة عنها، فبيبدأ يسألها ثاني نفس الاسئلة، وبيكون اسمها الحقيقي ناتالي، وتربت هي واختها كاثي في كنيسة، ولكن كاثي انتحرت وهي انتحلت شخصيتها ودرست التمريض واشتغلت في مستشفى. بيخرج من عندها لويس وبيروح يتفرج على فيديوهات لبنته ومراته. بتكون ناتالي في ذا الوقت بتحاول تتصل على الشرطة من تليفونها وبتقدر تقول لهم انها مخطوفة واللي خطفها سيارة دوج خضراء. وفي نفس الوقت ده بيلاحظ لويس انه تليفونها مش مع اغراضها، فبيجري للغرفة وبياخدوا منها وبيكسروا بالمسدس. فبيقول لها المستشفى اللي كنت بتشتغلي فيها ماتوا فيها 3 مرضى بطريقة غريبة كانوا تحت إشرافك. بتسأله أي واحد من ال3 الشخص اللي بيقرب له. بيقول لها مراتي اللي اسمها ألانا ماثيوس. بس هو مش مصدقها وبيقول لها انه جثة مراته كانت محقونة بكمية كبيرة جدا من مخدر الاغتصاب، وكمان خاتمها ما كانت لابساه، وانا عارف انك انت اللي قتلتيها، واذا ما اعطيتيني سبب مقنع عن ليش قتلتيها انت كمان حتموتي. وبيخرج من الغرفة وبيرجع يتفرج على فيديوهات بنته ومراته. بيحس بالحزن الشديد وبيرجع عند ناتالي وبتبدأ تحكي له سبب قتلها 3 اشخاص دول. واحد من ال3 كان متزوج 2، والمريضة الثانية لفقت لزوجها تهمة قتل بعدما رمت نفسها من الشباك وتحبس هو بتهمة محاولة القتل. أما مراتك كانت بتخونك مع واحد وكمان جاي يزورها في المستشفى بالسر. بنصدم لويس من الكلام ده وما بيصدقها، وبتعترف إنها هي اللي قتلتهم ال3 بسبب أخطائهم اللي ارتكبوها، وبكده قدرت تحاسبهم على ذنوبهم. فبيخرج لويس من الغرفة وبيتفرج على فيديو لمراته كانت بتكلمه وبيرن تليفونها، ولما بتشوف مين اللي متصل بتتغير ملامحها وما بترد على الاتصال، وبهيد اللقطة دي كم مرة، فبيفهم انه اللي كان متصل عليها هو حبيبها ده، وبتأكد من كلام ناتالي، فبيتعصب وبيقلب الطاولة وبيكسر كل الديكورات اللي في البيت، وبيركب سيارته وبيوقف جنب نهر يشم شوية هواء، وشوية بتوقف جنبه سيارة شرطة وبيشوفوا رخصة سياقته وبيفتشوا شنطة السيارة وبيكون فيها أغراض لناتالي، وبيسألوه الحاجات دي لمين، بيكذب عليهم هو وبيقول لهم انها لمراتي، وبيسألهم الاجراءات دي ليش، بيقولوا له انه جالهم اتصال لوحدة مخطوفة ووصفت نفس شكل سيارتك، وبيروحوا ويخلوه لانه ما لقوا شيء عليه، فبيرجع هو للبيت. وفي دي الاثناء بتقدر ناتالي تقلع بلاطة مكسورة بكفر تليفونها وبتقطع الرباط اللي على ايديها ورجليها، وبتنتظر لويس يدخل للغرفة. ولما بيدخل هو للغرفة بيقول لها انه ما كان لها حق تقتل مراته ولازم تسلم نفسها للشرطة، فبتطعن بالبلاطة في كتفه وبتقول له مش هتسلم نفسها للشرطة عشانه، وبتضربه وبتهرب وبيحاول هو يمسكها وبتاخد منه المسدس. وفي اللحظة دي بتدخل بنته سمر مع الخادمة
وبتمسك سمر وبتحط المسدس على راسها وبتقول له إن دي مش بنته وهي بنت حبيب مراته، وبتكون عايزة تقتلها. فبيحذرها لويس وبيقول لها إنه البيت فيه أجهزة تنصت وسجل كل اللي قلتيه. فبتقدر سمر تعض إيد ناتالي وبتحرر نفسها. بيتضارب لويس مع ناتالي وبيخنقها لحد ما تفقد الوعي. بيلاقي ناتالي في وجهه تطعنه بحديدة في رجله وبتحاول تقتله بمدراج، ولكن بيضربها هو بيها وبينزل باب الجراج عليها وبينجو هو وبنته، وبتوصل الشرطة على البيت. ودي هي نهاية فيلمنا لليوم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم عن الفيلم في التعليقات. باي باي.